تعملي ايه لما خطيبك او جوزك يتعصب عليكي ويبتدي يهينك من غير ما تكوني ند ليه، او يبتدي يقولك انا كأني بتكلم راجل لراجل مش واحدة ست قدامي، ومن غير ما تتخلي على انوثتك ولا هو يسحبك لمنطقة الذكورة بتاعته، وفي نفس الوقت لا تسكتي على اهانة ولا تدخلي في حرب مين يكسب، وتحافظي على احترامك لنفسك وتحطي حدود. أسوأ 3 حاجات ممكن تعمليهم كرد فعل لو خطيبك او جوزك اتخانق معاكي او اهانك او اتعصب عليكي. اول حاجه انك تعلي صوتك ويبقى زيك زيه، اللي هو تقولي وانا كمان انا مش هسمح لك، وتبتدي تون صوتك يعلى، هو كده اخدك لمنطقه الذكوره بتاعته. انا عاوزاكي تحافظي على انوثتك. تاني حاجه انك تردي الاهانه باهانه، ده شيء مش مقبول. وتالت حاجه انه يدخلك في دفاع طويل عن نفسك وتفضلي توجدي مبررات، واصل انا والله كان قصدي، اصل مش عارفه ايه. الثلاث حاجات دول اسوأ 3 حاجات ممكن تعمليهم. لو هو بيكلمك في التليفون وابتدى يشتم ويزعق، الغلط انك تقولي له انت ما تتكلمش معايا كده، انت اصلا مش محترم. ده غلط كبير. الصح تقولي له انا عارفه انك متضايق دلوقتي، لما تهدى نتكلم. طيب لو اصر يكمل الخناقه قولي بوضوح انا هقفل دلوقتي ولما تهدى هنتكلم. كده ما دخلناش في شد وجذب، وفي نفس الوقت وضحتي له انك سامعاه ولكن مش هتقبلي الاهانه. طب لو الإهانة دي فيس تو فيس، الغلط إنك تتعصبي زيه، الغلط إنك تقفي قدامه ند بند وتفضلي تزعقي. إنما تعملي إيه؟ قولي له أنا سامعاك كويس جدا وفاهمة إن أنت متضايق دلوقتي، خلينا لما تهدى نتكلم، لأن إحنا كده مش هنوصل لحل. إحنا عاوزين نوصل لحل. بنشتغل على عقله اللاواعي إن أي خناقة بعد كده إحنا مش بنتخانق عشان حد يكسب والتاني يخسر، إحنا بنتخانق علشان نوصل لحل. لو قالك انتي اللي عصبتيني او رجع يكلمك تاني وكأن مفيش اي حاجة حصلت، تعملي ايه في الموقف ده؟ في الفيديو الجاي هقولك تعملي ايه.